بذكر المحترفين وبعيد عن صلاح، لانه اكيد مفيش حد يتخطى مسيره صلاح ونجاحاته، انما مين احسن مسيره شفتها للاعب مصري في اوروبا ما بين احمد حسام ميدو وهاني رمزي واحمد حسن؟ هو اعتقد انا هختار ميدو. يعني طبعا هو احمد حسن وهاني رمزي مبدئيا بايونير حلو، يعني ده اللي هو طلع في الوقت اللي ما نعرفش فيه هو الناس بتطلع ازاي. صح جدا. زي مجدي عبد الغني، زي التجارب اللي هي الصغيره اللي كانت حاصله حواليك استثنائيه يعني استثنائيه. انت ما تعرفش انت طلعت ازاي. صح جدا. بس هاني رمزي لما طلع ما كانش زي مجدي عبد الغني برضو، ما كانتش اللي هي المرحله بتاعت برامار وتجارب وهنمشي لحد ما نوصل يعني نعوم لحد ما نوصل او نغرق. لا، هاني رمزي طالع على كرة ألمانية، دوري واضح. وهاني رمزي ده كان تامر بدوي على طول بيحكي لي ان هو لما كان تامر بدوي كان عايش مع احمد صلاح حسني في المانيا. فلما هاني رمزي جالهم يزورهم في المدينه بتاعتهم شتوتجارت، قال لك احنا قعدنا ساعتين مستنينه يخلص تصوير، وما كانش فيه في الزمن ده موبايلات يعني، فاهم انت؟ الناس بتجري تروح تجيب الكاميرا عشان تصور مع هاني رمزي. رمزي كان رامزي بلعب في الفيفا 98 و97 ورامزي على طول دي ده. فهاني رمزي ده البايونير بتاعنا. ماشي. بس واحمد حسن كانت المسيره اللي هي حديديه جدا، انا ماشي عامل كده صح في اي حته بروحها بنجح، وكلها اسامي انديه كبيره بالمناسبه. صح جدا جدا. بس ميدو كان اول واحد يكسر السقف بتاع الانديه دي اللي هي الصفوه بقى بالظبط. وبعدين محمد زيدان لما عملها مع بروسيا دورتموند، عملها مع بروسيا دورتموند بس فضل اعلى حاجه وصل لها بروسيا دورتموند. صح. مع ان امكانيات زيدان دي انا متهيألي ده احرف مهاجم جه في تاريخ مصر حرفنه يعني كده يطلع حاجه من ما فيش. فتقصد انه لو كانت العقليه احسن شويه كان ممكن يروح حاجه اعلى من دورتموند. يعني محمد زيدان ده ما كانش في الثلاثه بتوع فيرمينو صلاح ساديو ماني ما كانش يبقى اعلى من ساديو ماني. ما كانش يبقى والله صح. ويلعب عادي، يلعب عادي في انجلترا، يلعب في اسبانيا، يلعب في اي حته. يعني امكانيات زيدان كانت مرعبه يعني. موافق جدا. بس ميدو كان هو اللي كسر حاجات كتيره في الاول. ومينو رايولا اياكس ده احنا رايحين. وبعدين انت عارف ميدو لما تدور وراه، انا مثلا كنت بترجم كتب في الجول في فتره. في السيره الذاتيه بتاعت دروجبا اول حاجه مكتوبه عن ميدو. في السيره الذاتيه بتاعت دييجو كوستا مكتوبه ان لما جالنا لعيب في سيلتا فيجو طويل ومجنون قلنا ده بيفكرنا باحمد حسام ميدو. السيره الذاتيه بتاعت ابراهيموفيتش طبعا. السيره الذاتيه بتاعت فاندر ميدا. الراجل موجود في كتب ناس كتير قوي من كتر ما هو كان طول الوقت عنده شخصيه يعني. صح.